ده عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. ليه الناس بتحب دهب؟ ليه انا بحب دهب؟ طلع متهور يا لهوي. من الأسباب اللي بتخليني أحب دهب ودايما برجع لها تاني إن دهب مدينة مميزة وعمرها ما تتقارن بأي مدينة. جوها بدوي وبسيط جدا. الشاي المرمرية ده ما يتشربش غير هنا في دهب مع القعدة العربي دي. وأهلها ناس طيبين جدا يخشوا القلب. رايقين في بلادكم. هلا هلا والله هلا هلا هلا. في أماكن ممكن تزورها يوم وتنساها طول عمرك، وفي أماكن بتروحها بتسيب فيها جزء منك وتفضل تفكر فيها طول الوقت. دهب مش مجرد مدينة. إيه اللي بيخلي دهب مختلفة عن أي مكان؟ وأنا جيت هنا علشان أدور على الإجابة وأشاركها معاكم. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. لو ما تعرفنيش انا عمرو غاوي سفر، وفيديو النهارده رجعنا تاني دهب. في سؤال مهم قوي الناس بتساله، هو ليه الناس بتحب دهب؟ هل الموضوع ده اوفر ريتد ولا دهب فعلا تتحب؟ في فيديو النهارده هاخدكم لفه في دهب واوريكم ايه الحاجات اللي بتتعمل وليه الناس بتحب دهب وليه انا بحب دهب وبرجع لها دايما. هاخدكم لفه كبيره، ما تنسوش تشوفوا الفيديو للنهايه عشان فيه تفاصيل كتير اوعى تفوتك. وعلى طول بدأنا يومنا بأكتر مكان أنا بحب أروحه لما باجي دهب. ودي بقى اكتر رحله انا بحبها جدا جدا في دهب. احنا هنعمل دلوقتي الرحله المعروفه بالرحله الثلاثيه، هنعدي فيها على 3 محميات طبيعيه كلهم مختلفين عن بعض وكلهم احلى من بعض. ودي احلى حاجه ان انا بحبها في دهب، ان كل مكان وكل محميه طبيعيه مختلفه عن الثانيه. انا دلوقتي في منطقه البلو هول، ده اكتر مكان انا بحب اعمل فيه سنوركلينج، وكل مره لما باجي دهب ما بفوتش الرحله دي. والمكان اللي انا فيه ده النصب التذكاري للناس اللي توفوا هنا، والمكان هنا يسمى بمقبره الغطاسين لان في اكتر من 200 شخص توفى هنا. يقال ان البلو هول اصلا عباره عن نيزك ضرب المكان دوت فعمل هول، حفره في نص الميه اتسمت بالبلو هول عشان هي بقعه زرقاء اللون. والمكان ده هنزل عليه فيديو كامل هشرح فيه القصة بالتفصيل، فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف الفيديو أول ما ينزل. لكن طول ما انت هنا باللايف جاكيت يا معلم هتستمتع باحلى شعاب مرجانيه واحلى سمك ملون مش هتشوفه غير في المكان ده. المكان ده محميه طبيعيه يعني محافظ على نفسه. احنا دلوقتي هننزل ونستمتع بجمال الميه بتاعه البلو هول، وبعد كده نروح نركب الزودياك اللي هي اصلا تجربه لوحدها متعه جدا، ونروح بيه على محميه تانية اسمها ابو جالوم، وبعد كده نقعد ونستريح وننزل برضو نعمل سنوركلينج، وبعد كده نروح على المكان الثالث اللي انا بعشقه حرفيا. الميه بتاعته خياليه، تابعوا للنهايه عشان ما يفوتكوش اي تفاصيل. لازم انت كمان لما تيجي المكان ده ما تضيعش الفرصه دي وتنزل تعمل سنوركلينج. ولو مش بتعرف تعوم فانت ممكن تقعد في اي كافيه من الكافيهات دي. انا قاعد في كافيه الفنار، ممكن تأجر منهم عده السنوركلينج واللايف جاكيت لو انت مش بتعرف تعوم. وعادي جدا الناس كلها في الميه اهي بينزلوا ويتفرجوا على واحده من احلى الاماكن اللي انت ممكن تغطس فيها او تعمل سنوركلينج فيها في مصر كلها. كان اللي انا قاعد فيه هنا على البحر اسمه الفنار، ومعايا هنا عمرو. منورين يا جماعه. نورتوا البلو. لو جيتوا هنا هيعملوا معاكوا احلى واجب. ممكن تأجر من هنا ادوات السنوركلينج وتنزل او تشرب حاجه هنا، هيعملوا لكم احلى واجب. قولوا له ان انتوا جايين تبعي ووروا له الفيديو ده عشان تفكروه بس. نورونا في اي وقت وهو هيعمل معاكوا احلى واجب. انا جيت هنا وجبت ادوات السنوركلينج دي، ادوات انا الشخصيه ممكن تأجرها من الفنار اللي انا كنت قاعد فيه من شويه. المكان ده هو المكان الوحيد اللي انت ممكن تنزل بيه بامان، اسمه شقه تعبان. مفيش حواليك شعاب مرجانيه، فالمكان هنا ممكن تنزل فيه بامان، لكن اي مكان تاني ممكن تتعور. أول ما تلمس المية هتتخض من العمق الشديد بتاع البلو هول، لأن عمق المكان 130 متر. الرقم ده كبير جدا، فهتلاقي الدنيا مظلمة، ولكن بمجرد ما تبص جنبك هتلاقي كمية سمك رهيبة وشعب مرجانية ملونة تحفة. حقيقي دي من احلى التجارب اللي انا جربتها في حياتي. ده المكان
اللي انت بتطلع منه، اللسان اللي في نص البلو هول ده مكان الطلوع حقيقي. مع ان المكان خطر وفي ناس كتير ماتوا هنا، ولكن انا ما اختستش، انا عملت سنوركلينج وحقيقي التجربه كانت من احلى التجارب اللي انا عملتها في حياتي. ما ينفعش تفوت المكان ده لما تيجي دهب. وده المكان اللي بنركب منه الزودياك عشان نطلع على محميه ابو جالوم. فجينا هنا، واحده من احلى التجارب اللي انت ممكن تعملها في دهب هي انك تركب الزودياك او المركب السريع باختصار. ولو مش عاوز تركب الزودياك ممكن تطلع تعمل هايك من هنا، ولكن ما انصحكش لو انت مش عارف الطريق تاخد مثلا 45 دقيقه عشان توصل محميه ابو جالوم. ما انصحكش في الصيف، وما انصحكش لو انت مش عارف الطريق، فيستحسن تركب اصلا الزودياك. احلى بكتير من انك تعمل هايك في الجبل. تجربه لوحده اصلا مختلفه وجميله، والناس بتحب تيجي هنا عشان تركب الزودياك. وبعد ما نزلنا من الزودياك هناك، جينا دلوقتي علشان نركب العربيات دي ونطلع بيها على محميه ابو جالوم. واحلى حاجه في الموضوع ان احنا نمشي وسط الجبال. من الحاجات اللي انا بحبها في دهب هي ان انا بحس بالمغامره، ولان ابو جالوم محميه طبيعيه فبالتالي مفيش رصيف، فبنمشي وسط الجبال. بتبقى تجربه مميزه جدا مش هتعيشها غير في دهب. A few moments later. طلع متهور يا لهوي. انا لسه كنت اقول ان احلى حاجه انك تمشي وسط الجبال ومفيش رصيف عشان هي محميه طبيعيه. بس ما يعني ايه ده؟ ما بالراحه يا كابتن. يا نهار اسود وميت يا لهوي. وصلنا دلوقتي محميه ابو جالوم، مكان مختلف، محميه طبيعيه زي ما احنا قلنا. كل مكان في الثلاث اماكن اللي احنا بنروحهم مختلف عن بعض، وده المميز في دهب، لان كل مكان بتروحه فيه نقطه حلوه واحلى من التاني بكتير. ما ينفعش تقارنه بمكان تاني. المكان اللي احنا فيه ده الشعب المرجانيه بتاعته قريبه شويه، بس الشعب المرجانيه شكلها تحفه والوانها رائعه جدا جدا جدا، والسمك طبعا. فتاخد ادوات السنوركلينج بتاعتك وتنطلق. بس انا مش هنزل هنا، والسبب الفيديو ده هسيبه لكم تحت في التعليقات. يعني ما كنتش حابب ان انا اقول كده، بس لقيت قرش هنا فانا جالي فوبيا من المكان ومبقتش انزله خالص. فيستحسن لما تيجي تنزل انزل مع ناس. ولو عاوز تعرف التفاصيل كلها عشان تاخد بالك، خش على الفيديو ده هتلاقيه تحت في الديسكربشن او في اول تعليق. احنا هنقعد هنا ساعه كده وبعد كده نتحرك على المكان اللي انا بحبه جدا جدا جدا، وهو البلو لاجون. اكتر حاجه انا بحبها في دهب هي الجبال اللي حواليك في كل مكان. يعني زي ما انتم شايفين كده منظر الجبال مع البحر تحفه. ده اللي بيميز سينا. سينا احنا محظوظين يا جماعه ان سينا مصريه، والله العظيم بلد فوق الرائعه. وميزه كمان في الرحله دي ان وانت تعدي من اول البلو هول الشبكه هتبتدي تبقى ضعيفه، واحنا دلوقتي في ابو جالوم مفيش شبكه نهائيا، فانت معزول عن العالم، ما عندكش اي تواصل مع اي حد لحد ما ترجع تاني. فدي حاجه جميله جدا انك تفصل وتريح دماغك، ما تركزش مع اي حاجه، مع اي ضغوطات في الحياه، وتفصل تقلع وتنزل الميه على طول وتتبسط. يلا بينا. يلا يا صديقي، رايحين على فين دلوقتي؟ هنروح دلوقتي على البلو لاجون. ده مالديف مصر يا جماعه، حاجه تحفه. يلا بينا نشوف الدنيا عامله ازاي. يلا بينا. اوبا. ودلوقتي احنا وصلنا البلو لاجون. المنظر خيال خيال زي ما انتم شايفين، ودي اكتر حاجه انا بحبها في دهب. ده عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. ليه الناس بتحب دهب؟ ليه انا بحب دهب؟ علشان كل مكان مختلف عن التاني، وكل مكان ليه اجواء مختلفه عن المكان التاني. واحلى حاجه في المكان دوت شارح نفسه. المكان كله ازرق فاتح فيروزي، وكل شاطئ من الشواطئ اللي احنا رحناها كان لون تاني وحاجات مختلفه بتتعمل فيها. المكان هنا شاطئ رملي تماما، والشاطئ الرملي هنا الرمله لونها ابيض عكس الشواطئ التانيه، فاللون بتاعها فيروزي فاتح روعه جدا جدا جدا. هناخد الصورتين. ما تنسوش تعملوا فولو على اكونت الانستجرام، بنزل عليه صور كتير، ووقت ما انا بصور الفيديو ده اللي هو بينزل لكم بعد فتره معينه بكون انا نزلت الكواليس بتاعته. فما تنسوش تعملوا فولو وقولوا لي كلمه حلوه تحت في الكومنت. وعلى فكره انا بقرا الكومنتس كلها، وبجد شكرا جدا جدا على الناس اللي بتقول لي كلام ايجابي. الكلام ده بجد بجد بيفرق معايا جدا. هناخد صورتين هنا وبعد كده ننزل نستمتع بالميه. الميه مش عميقه تماما، يعني مش محتاج لايف جاكيت او ادوات سنوركلينج، وحوالينا الجبال زي ما انتم شايفين، والمنظر تحفه. الاجواء رائعه
جدا جدا جدا. انا مش قادر استحمل اكتر من كده، فانا هروح اغير دلوقتي والبس المايوه وانطلق. يلا بينا. الميه تحفه جدا 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 وساقعه، بس لما بليت نفسي ما بقاش ساقعه. كان بقى فاضي الحمد لله، استنيت لما الدنيا ابتدت تخف زحمه وبعد كده نزلت ما بقاش في حد في الميه خالص. واحلى حاجه في الموضوع ان في كائنات لطيفه بتعوم حوالينا، اناديل البحر، جيلي فيش، ولكن مش مؤذي زي بتاع البحر المتوسط خالص ولا بيعمل اي حاجه. فلما تشوفه ما تاذيهوش، يبقى رجعه تاني ميه. المنظر خيال 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 مع الجبال والميه. ده وقت الغروب هنا هيبقى كلام جامد جدا يعني. من الأسباب اللي بتخليني أحب دهب ودايما برجع لها تاني إن دهب مدينة مميزة وعمرها ما تتقارن بأي مدينة. جوها بدوي وبسيط جدا. الشاي المرمرية ده ما يتشربش غير هنا في دهب مع القعدة العربي دي. جيت اشربه في القاهرة ما حسيتش بطعمه زي ما حسيت بطعمه هنا على البحر. والقعدة العربي بتاعت دهب ليها كده طعم. وأهلها ناس طيبين جدا يخشوا القلب. رايقين في بلادكم. هلا هلا والله هلا هلا هلا. دهب هتحس فيها بروح المغامرة. بصوا شكل الجبال واخدة كيرف مع البحر، شكل المكان تحفة قوي قوي قوي، مع الجمال اللي بتعدي كل شوية عاملة فايبس خطير مش هتعيشه غير هنا. ممكن تيجي الثري بولز وتركب جمل وتستمتع بيه برايد بطول الشاطئ لاخره. ودهب مش بس الاماكن اللي احنا رحناها في فيديو النهارده، في اماكن كتير قوي صورتها، ولكن في فيديو جاي بعنوان تعمل ايه في دهب بالتفصيل. رحنا اماكن كتيره جدا وعملنا اكتيفيتيز لازم تعملها في دهب، فاستنى الفيديو ده، اعمل سبسكرايب عشان اول ما ينزل يوصل. حقيقي فعلا دهب متكامله وفيها كل حاجه. على رايي انا الشخصي ليه بحب دهب؟ عشان دهب جوها مختلف عن اي مدينه ممكن تروحها. اولا جبال البحر الاحمر اللي قريبه من الشواطئ، وبحرها الجميل اللي فيه شعاب مرجانيه جميله جدا جدا وسمك ملون. ده غير الفايبس بتاعتها تحفه تحفه تحفه. فين تلاقي حاجه زي دي في اي مكان تاني؟